أنا ملك، والنهاردة أنا بحتفل بالرحلة وبالشخص اللي بقيت عليه. أنا ملك، وتعلمت السنة دي إن النجاح ملوش وقت معين، وعادي ننجح في توقيتنا الخاص، لأن التأخير ما كانش فشل، كان مجرد ترتيب لخطوة أعظم. أنا ملك، وتعلمت إن الوصول سهل، لكن الاستمرارية هي اللي صعبة. الاستمرار هو الفرق بين اللي بيحلم وبين اللي بيحقق، وأنا اخترت إن أستمر مهما كان الطريق صعب. أنا ملك، وكبرت قناتي بجهدي وتفكيري، وخليتها النهاردة في مكان أبعد بكتير من السنة اللي فاتت، وأثبتت لنفسي إن الاستمرار في السعي هو اللي بيعمل التغيير. أنا ملك، ودخلت مسابقات كتير ما كنتش مستنية النتيجة، لأني كنت عارفة إن التجربة في حد ذاتها انتصار، والخبرة اللي أخدتها هي اللي خلتني أقوى. أنا ملك، واتكرمت مرة والتانية والتالتة، وفي كل مرة كنت برفع راسي وأقول أنا أستحق، لأن مفيش دعم بيضيع عند ربنا. أنا ملك، اللي تم اختياري في منحة عباقرة 2025، والنهاردة أنا مش بس بحلم، أنا بدأت فعليا أشتغل في المجال اللي بحبه، وبقيت جزء من اللي كنت بتمناه. أنا ملك، ودخلت كود كامب، وتحديت نفسي في عالم البرمجة، وتعلمت مهارة جديدة ولغة جديدة، لأني عارفة إن عقلي ملوش حدود، وطموحي بيوصل للسما. أنا ملك، اللي اتعلمت إن أهم علاقة في حياتي هي علاقتي بربنا ثم بنفسي، وإني أكون حنين عليها وأقدرها. أنا ملك، واتعلمت إن الثقة مش إنك تكون أحسن من الكل، الثقة هي إنك ما تقارنش نفسك بحد، وتعرف إن وجودك هو في حد ذاته إضافة. أنا مش لازم أكون أذكى حد، أنا بس لازم أكون أنا بكل طاقتي وإصراري. أنا ملك، ومش فارق معايا أوصل أول واحدة، المهم إني أوصل وأنا لسه نفس الشخص القوي المؤمن والمحب لنفسه. أنا ملك، ودي كانت سنتي، والقادم هيمضي باسمي.